أتمنى خروج وإخفاق المنتخب المغربي من الدور الأول. نعم، نتمنى إقصاء المنتخب المغربي. ما قلتش أنا أتمنى إقصاء الشعب المغربي. المغربي. نرجع في بلاصتو، ما قالش واش قال لك اللي يتمنى لي الشر، قال لك أنا نرجع له. قلت بالنظر لما يحدث في كواليس الكاف وما تفعله الجامعة الملكية أو الجامعة المملوكة لكرة القدم والجامعة المالكة للكاف لكرة القدم، لسبب ماشي على جال المنتخب المغربي، لأنه عنده ماشي على جال الشعب المغربي اللي عنده أشياء أولوية في حياته. أنا بسبب إخفاق المنتخب وإخفاق وإياكم للحديث عن إقصاء المنتخب المغربي. المنتخب المغربي في مفاجأة أخرى، في رابع العالم في كأس العالم طبعا يقص. كلاكما لم يرشح المغرب، وكلاكما قد صنع جدلا في المغرب، وكلاكما تمنى خروج المغرب. أولا ما هو إحساسكم بعد خروج المغرب؟ أولا ما نقولوش في تحليلاتنا السابقة، ما قلناش نتمنوا، كان التمني وكان التوقع. توقعنا في الأول وأعطينا معطيات التي قرينا بها خروج المنتخب المغربي على الأول، وتمنينا خروجه من الدور الأول. تمنينا يخرج من الدور الأول، ولكن توقعات الرياضية كانت تأكد أن المنتخب ما كانش تأكد، ولكن كانت توحي بأن المنتخب المغربي سيجي صعود ديك العنجهية وبالتاريخ. وهذه الأمور ليست في كرة القدم، الناس راهي تعمل ليلا ونهارا للتطور، وإحنا ما زلنا نمشي بالأسماوات، بالإضافة إلى لاعبين المغاربة. نعم أستاذ ناصر، ما هو إحساسك؟ يقول لك الزهرة أزهرت وعندما انتهى رحيقها وي أنا معك. ذهب الجميل يشكر النحل على العسل. أنا راني الحمد لله وإنما هذا الشيء اللي كنت توقعته على خسارة المنتخب المغربي نظرا لما قدمه في كأس العالم. والحمد لله فرحة ديال الشعب المغربي والجماهير المغربية عامة بهذه النتيجة ديال الفوز. نتمنى ان شاء الله اننا نكملوا في نفس المسار ونحافظوا على صدارة الترتيب باش تخلينا اننا نتأهلوا ان شاء الله للدور القادم. وبخصوص الاهداف هي مشاركة جماعية، كنبغي نشكر الزملاء ديالي على القتالية ديالهم وعلى الكونسونطراسيون اللي بقات طيلة المقابلة رغم بعض الظروف اللي طرات في المباراة، كنبغي نشكرهم. الحمد لله هذا الا والبداية. نتمنى ان شاء الله اننا نكملوا على هذا النتيجة وعلى هذا الأداء اللي ظهرنا به في المباراة باش إن شاء الله يخلينا نمشيو بعيد، ولما لا إن شاء الله نكونوا من أطراف اللي غيمشيو للقب إن شاء الله يا ربي. وبعد نهاية المقابلة خدينا واحد شوية ديال عملية استرجاع اللياقة البدنية من ناحية الباندو غلاس الماساج وداك الشيء باش نكونوا جاهزين إن شاء الله. بعد 48 ساعة عندنا مباراة خصنا نفكروا ليها، صافي غنرجعوا للوطي اليوم ومن بعد نبدا البريباراسيون الماتش الجاي، لان مازال ما درنا حتى حاجه. هذا الفوز هذا هو اللي غيخلي عندنا ضغوطات اننا باش خصنا نزيدوا نخدموا ونخليو الصوره ديال والشعار ديال المغرب الفوق ان شاء الله يا رب.